عايز لكم بكلمة جميلة كنا بنقولها دائما زمان. سنظل نحفر في الجدار، إما أن نفتح سلة للضوء أو نمت على سطح الجدار. ستظل وقفتنا بخط النار رايعة طويلة، سنعلم التاريخ ما معنى الصمود وما النضال وما البطولة، سنذيقهم جرحا بجرح ودما بدم، والظلم ليلته قصيرة. والظلم ليلته أصلا انتهت عندكم. الواحد بيحيي أهلنا المناصير تحية كبيرة جدا جدا، والواحد بيشكركم. أنا ما دار أشكركم لأنه أنتم بتأدوا واجب تجاه قضيتكم، لكن الحقيقة أنا بقول الكلام ده عشان إحنا ما اتعلمنا في السودان إنه إحنا نجامل بعض، لكن أنا بقول الحقيقة أنتوا علمتوا السودان كله درس في الصمود والتضحية. أنتوا قدمتوا للشعب السوداني نموذج في العمل الجماهيري وفي العمل السلمي الديمقراطي. أحرجتوا النظام وأحرجتوا البوليس، يعني ناس البوليس ده مخرج منكم. قاعدين 3 شهور هنا زول فيكم فلق له حجر مات، عشان بعد ذاك الناس اللي بيتكلموا عن إنه الشعب السوداني هو شعب قوائي، ناس الأمن لما يعتقلونا بقول لنا يا أخي، أو حتى لما يعتقلوا ولدكم بيكون قالوا له أول حاجة أنت تضمن كيف إنه إذا طلعتوا مظاهرات ولا طلعتوا الشارع إنه ما في ناس يفلقوا ولا في ناس يخربوا. لكن إحنا بنقول له المناصير قدموا رد موضوعي جدا لجهاز الأمن، قدموا نموذج ناس ساكنين في الريف السوداني ما ساكنين في العاصمة، قاعدين الآن في عاصمة بتاعت ولاية في من ولايات الريف، يعني ما ولاية ولا مركز في الخرطوم. هم قدموا نموذج لوعي حقيقي. أنا والله داير أحيي المناصير تحية كبيرة جدا جدا. علموا الشعب السوداني درس كبير جدا جدا. احنا كلنا هيبقى لنا يعني نموذج يحتذى به، نقدر نستفيد. هننقل التجربه دي كلها للشباب في الخرطوم، الناس اللي قاعده في بيوتها عشان تتعلم من المناصير كيف الناس بتنتزع حقوقها. ان الحقوق لا تعطى، ان الحقوق لا تعطى بل تنتزع انتزاعا. الحقوق ما حق التحرك ما بيجي. لو حقكم حرستوه هناك في اراضيكم اللي غرقوها كويس في موسم ما موسم الغرق، ما في زول بيفتح او بيقفل البوابات السد في شهر 7 الا الزول السفاح اللي اسمه اسامه عبد الله. هذا الله اكبر. الزول الفاقد التربوي بيقولوا باشمهندس، انا والله ما اعرف كيف كليه الهندسه، الزول ساقط من سنه اولى جامعه مشى عامل قاعد امتحن امتحان واحد جاهزين ما عنده شهاده جامعيه. لكن هذه بلد المحسوبيه. عندكم 1,000,000 زول عنده دكتوراه في الهندسه قاعد، عندكم هنا في طيرانكم ده قاعد عاطل زول فاقد تربوي زي اسامه عبد الله بيكون وزير في البلد اللي اسمها السودان. كيف احنا حقنا ما يضيع؟ كيف نتوقع انه يكون عندنا حق في بلد بيستوزر فيها زول زي اسامه عبد الله كويس، واكفأ الناس اللي عندهم دكتوراه في الهندسه عميد كليتنا في جامعه كليه الهندسه كل يوم بنتفر له العربيه بتاعته، بنتفر له العربيه بتاعته والملازم شرطه يكون سايق عربيه اخر موديل. بلد زي دي دايرنا تتطور كيف؟ الناس اللي عندهم درجات علميه، اكفأ الناس في السودان ماتوا في المصحات، اكثر الناس يعني متطورين في الفن وفي العلم يا اما تخرجوا برا السودان عشان يمشي يلحقوا نفسهم، يا اما قاعدين ماتوا في المصحات، يا اما بيشحدوا في الشوارع، يا اما بيشحدوا في الشوارع. دي بلد بتضيع فيها الحقوق، والناس اللي ما عندهم اي علاقه بالتعليم ولا عندهم علاقه بالتطور قاعدين في الوزارات امثال اسامه عبد الله، امثال اسامه عبد الله. حتى رئيسنا ذاته يعني حتى رئيسنا ذاته مؤهل العلمي شنو؟ لكن البلد ما بيحترموا فيها المؤهل العلمي، ما في مؤهل علمي. رئيسنا ذاته احنا عندنا كم زول عنده دكتوراه في الاقتصاد في السودان. ده طبعا عجبا للناس اللي تقول لهم يا اخواننا النظام ده اصبح ما بيملك حاجه للسودان، وما قضيه المناصير الا خير دليل، وهي ما بتنفصل يا اخواننا. انا كلامي ده اسمعوا كويس، قضيه المناصير ما بتنفصل عن قضيه السودان كله. قضيه المناصير حلها ما بكون الا الكلام ده ما انتم ما معنيين به، انتم اللي بتعملوا فيه ده صح 1,000,000%. ولو في زول قال لكم قولوا الشعب يريد اسقاط النظام، ما تقولوا يا زول الشعب يريد اسقاط، انتوا شو بتقصدوا في حقكم ده؟ انتوا لو قدرتوا تقلوا حقكم ان احنا ديل كويس، وباقي الشعب السوداني بيقدر كل زول يقلع حقه بجنبه. وشفت النظام ده نخليه يكون كده الارمش يتنفذ كده، بعد ذاك احنا بنضرب الضربه القاضيه هناك. اي زول يا اخواننا اي زول يبقى على حقه ما في مشكله، لكن يا اخواننا الناس تنتبه في نقطه مهمه جدا، انه يا اخواننا وانتم بتنتبهوا حقكم تنتبهوا انه القضيه هي ما قضيه المناصير بس. الازمه هي ازمه بلد كامل ما بتتجزا. هذا النظام لا تنفع معه الحلول الجزئيه. النظام ده ما عنده مواثيق ولا عنده عهود ولا بيحترم المواثيق ولا العهود اصلا. علمت اذا التاريخ ما احترم له ميثاق ولا احترم له عهد ولا كده، من سنه 89 لليله يكذبوا فينا.
اول بيان لرئيس الجمهوريه في سنه 89 قال احنا جينا عشان الدولار بقى ب 12 جنيه، ما دارين ناخذ 20 جنيه في الدولار الليله دي الصباح ب 5100 جنيه. اكبر كذبه. قال احنا جينا البلد دي عشان اسمه شنو؟ عشان الحركه الشعبيه ما تجي الخرطوم. الان الجنوب كله راح بحركته الشعبيه وبشعبه راح انفصل. يعني كذب ما بعده كذب، ما في حاجه ممكن احنا ثاني ننتظرها من هذا النظام، ما ممكن يقدم حاجه، الناس اللي ممكن يوقعوا معاكم اي عقد لكن ما حيلتزموا به، لكن شيء خير من لا شيء. شيء خير من لا شيء. وبعدين شنو؟ الناس ما يتعلموا درب الحاجات مش كده؟ المره دي يجوا يدوكم حاجاتكم ترجعوا بيوتكم. انتم المره اللي قبل اعتصمتوا في المحليه هناك مش؟ المره دي جيتوا هنا والتري ساساك، المره الجايه الاعتصام هناك يتعملوا. الناس اللي اتعودت على حاجه ما بتقدر ما بيقول حقه، يعني تعود يطلع حقه بعد ما بيقدر بيقدر ياكل حقه. مش كده يا اخوانا؟ انا والله يا اخوانا مبسوط جدا جدا ومعايا الشباب اللي جينا نخطوه مبسوطين جدا جدا نكون مع المناصير، وبس احنا بنعتذر لكم انه زياده اتاخرت. وانتم عارفين الظروف ما حنشكر. يعني بجد احنا اسفين لانه زياده اتاخرت، المفروض ما تكون زياده، المفروض تكون قاعد عادي كده، لكن امبارح الجماعه ذاتهم كان في ناس كتار دايرين يجوا بيرجعوا بالناس عاملين فيها حرفه، لكن احنا طلعنا نحرف منهم. جينا لهم في زمن الامن ده هو امن كسلان جدا جدا، جينا لهم في زمن هم نايمين فيه، هم ما بيحبوا الشغل، بياخذوا قروش يضربوا قروش ينوموا، جينا في زمن هم نايمين فيه. الشعب السوداني ده يبنوا العمارات والحاجات السمحه والشعب، حتى عليك الله عليك الله دي اخلاق بتاع السودانيين، ناس 3 شهور قاعدين في ظروف زي دي، في ظروف زي دي وهم قاعدين عليك الله الاكل اللي بياكلوه بينفعهم لو هم عندهم اخلاق، حتى عليك الله انت لو اخوك جعان الاكل اللي بتاكله بينفعك لو انت عندك اخلاق ما بينفعك، لكن هم لا شغالين بالفارغه دي يتراقصوا رئيس غير الرئيس ما قاعدين يشوفوا ما في فايده اصلا، البلد دي جد ما منها فايده يا اخواني، هذا النظام ما في اي فايده منه، هذا النظام ما في اي فايده منه، هذا النظام ما في اي رجا منه، النظام ده في ظل وجوده ما ممكن تتحل مشكله، ما ممكن يجي نظام ديمقراطي من رحم نظام شمولي، النظام ده ما ممكن يتحول لنظام كويس، لو هو بيحترم الناس اولادكم هنا ده كويس، سنه 2007 اعتقلوا منهم 2، هسي قبل اسبوعين ولا 3 اعتقلوا منهم عدد كبير، هسي الليل عندكم ناس قاعدين جوا المعتقلات وقاعدين بيتحاكموا في اقسام الشرطه السودانيه، الناس قاعده تتحاكم من المناصير، ليه؟ لانها قالت داير حقها، يعني انا ما اعرف اسامه عبد الله ده فهموا شنو؟ يعني فهموا شنو؟ عمل مشكله مع مكاوي، شال مكاوي برا مع انه مكاوي اكثر زول طور رغم خلافنا معه طور الكهرباء، هسه حاليا الزول ده قاعد يعين بمزاجه، البلد تقول حقت ابوه يعني ولا شنو يعني؟ البلد دي حقت ابوه، الزول ده اهله ما بيحترمون، اهله في مساوي ولا في اسمها شنو؟ مساوي بيسيبوا له اكثر منكم انتم، زهجانين منه. ايوه والله فعلا، لكن المشكله انه اهل مساوي ذاته زهجانين منه وشام منه اكثر منكم انتم، لانه هو ما قدم خدمه لاهله، يا اخواننا الانسان اللي ما عنده خير في اهله ما ممكن يكون عنده خير في الناس كلهم. انا بختام كلامي يا اخوانا ما عايزين نطول عليكم لانه يكون في ناس كتار جدا عايزين يتكلموا وعايزين يضيفوا، احنا ذاتنا عايزين نسمع اكثر، انا والله ما كنت مرتب نفسي اني اتكلم ذاتي، واقف قال لي خش، لانه احنا جينا قاعد نسمع منكم، لانه انتم اساتذه، انتم علمتونا احنا ذاتنا، والله احرجتونا احنا ذاتنا سياسيين قاعدين بهناك، اكتشفنا انه السياسيين الحقيقيين اللي بيفهموا في السياسه واللي بيفهموا في الادب وفي الاخلاق هم المناصير. الله اكبر الله اكبر. جينا نتعلم منكم، عشان كده ما عايزين نتكلم كثير، عايزين نسمع منكم، وانا في اخر كلامي بنقول لكم تحايا كل اللي فات في حزب البعث العربي الاشتراكي، وبنقول لكم كل تحايا ابناء الشعب السوداني من كل الناس اللي انا لقيتهم، واسي عبر الفيسبوك اسي حاليا جاتني مجموعه كبيره جدا من الرسائل بينقلوا تحاياهم لكم. يا اخوانا يا جماعه الحاجات دي والله احنا من زمان كان النقاش في الجامعه، الاساليب دي تعودنا عليها، انه ناس يجي تخلع وبعدين يا اخوانا انتوا اشتغلوا بالباطل كثير، احنا والله ما رجينا الربا والكلام، في شارعنا ده كان ضربوا لنا قال لنا تعالوا نمشي لهم، لكن قضيتكم تكون شغاله شنو يعني؟ السجن ده الاكل مجان تمشي، الاكل مجان في السجن، ما عندنا اي مشكله مع السجن، اصلا ما رجينا الربا والكلام وما عندنا حاجه، خريجين لنا 5 سنين عطال قاعدين ما عندنا مشكله، الواحد اصلا ذاته قلبه مات، نظام الانقاذ ده اذا ما مشى قلبنا ده ما بيحيى ثاني، احنا ما رجينا له بس، والله شفت نظام الانقاذ ده دي اذا قال السجن نمشي السجن، نطلع الليل من السجن نجي نقول يضبط حكم العسكر، دمتم مدام قناه الشعب السوداني، شكرا لكم.